وقال كذلك: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولا شك عنده في الأبصار، أي المؤمنين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بالبصيرة، أن تقليد الكفار والتشبه بهم من أعظم صور الطاعة لهم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة الكفار في أحاديث عديدة تعلمونها: من تشبه بقوم فهو منهم. ففي هذا الحديث صريح غاية من التحذير ومنتهى التنفير عن مشابهة الكفار. كيف لا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بالكفار منهم. نعوذ بالله من هذا الفعل الشنيع. غير أن العجب العجاب حيث يدخل بعض المسلمين المؤمنين على خط المشركين، فتراهم يتهيئون للاحتفال بهذه المناسبة الماجنة الضالة، ما نسميها رأس السنة الميلادية. لا تقولون لا، نعم رأس السنة الميلادية، بما لا يتهيئون به من عيد الأضحى ولا عيد الفطر. يلبسون الجديد، وقد تخرج بعض الأسر من أب وأم وأبناء وبنات متلهفين لمشاركة النصارى بعيدهم وما يعتقدون به. فنحن أيها الأحباب، أحباب رسول الله، ينبغي لنا أن ننكر ما يعتقدون وما يحتفلون به. ألا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. والتشبه المسلمين بالكفار هبوط وسفول، لأن المسلم أعلى من الكافر، حتى لو كان فقيرا أعلى من الكافر بدائرة الإيمان. فإذا قلده هبط من عليائه ومنزلته واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا كفران للنعمة وإهانة للإسلام والمسلمين. فالإسلام أيها الأحباب يعلو ولا يعلى عليه، فشريعتنا واضحة ناسخة لا منسوخة. شريعتنا واضحة وأمتنا متبوعة لا تابعة. ونحن أيها الإخوة أيها الأحباب الواجب علينا أن نقاطع هذه الاحتفالات الماجنة. ألا يستطيع كل واحد منا، كل رجل منا، أن يمنع بيت أهله من هذه الاحتفالات الضالة الماجنة؟ بالله عليكم، كيف يعقل من أب مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يرى أولاده وبناته يستعدون ويهيئون داخل بيته للاحتفال برأس السنة الميلادية، وهو لا يحرك ساكنا ولا يبالي بالا؟ ألست مسلم أيها الحبيب؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ لذلك أيها الأحباب، حثوا أهل دياركم على الالتزام بشريعة الله واتباع سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تحزنوا ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث